أقام معهد العلامة الرضوي قدس سره القرآني في العاصمة بغداد والتابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة ندوة قرآنية بعنوان توجيه النص القرآني عند الإمام الصادق عليه السلام. هذا التقرير مع علاء الجليزي. لتبيان الآيات القرآنية بمعانيها وتفاسيرها ومدلولاتها بين الحاضرين عبر عقد الندوات الثقافية والمحافل القرآنية والجلسات النقاشية. ولذلك نظم معهد العلامة الرضوي القرآني التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة الندوة القرآنية التي جاءت تحت عنوان توجيه النص القرآني عند الإمام الصادق عليه السلام، حيث سلطت فقرات الندوة على بعض الجزئيات من سور القرآن الكريم وربطها بأحاديث الإمام الصادق ورواياته، وكيف كان يفسر كتابه تعالى للناس وللسائلين عما يصعب عليهم فهمه. يستمر معهد العلامة الرضوي القرآني التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية بنشاطاته القرآنية وبرامجه المحورية في العاصمة بغداد، ومن هذه البرامج إقامة الندوات القرآنية الشهرية، وهذه الندوات هي جوالة في الحسينيات والمساجد ودور العلم، وننشد من هذه الندوات إبلاغ رسالة أهل البيت القرآنية وإبلاغ رسالة القرآن للناس كافة. ندوتنا هذه جاءت تحت عنوان توجيه النص القرآني عند الإمام الصادق، حاضر فيها سماحة الدكتور السيد أحمد الياسري من جامعة بغداد. وتعد هذه الندوة القرآنية من أصل سلسلة ندوات تعقد في المساجد والحسينيات في مدينة بغداد، يستهدف من تنظيمها إلى تقوية الأساس القرآني وتدبره، وبما في ذلك من التنور بنور القرآن وما فيه من منافع للعباد لا تعد ولا تحصى. هذه الندوة العلمية الفكرية التي تحمل عنوان توجيه النص القرآني عند الإمام الصادق عليه السلام كانت محاورها تقوم حول النص الذي نزل من الله تعالى معصوما: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا النص القرآني كيف كان يتعامل معه الأئمة بصورة عامة والإمام الصادق بصورة خاصة، لا سيما أن الإمام الصادق عليه السلام تميز عن بقية الأئمة بسعة الوقت وسعة المقام، باعتبار أن جميع الأئمة كان حولهم إقامة، حولهم ضغوط من قبل السلطات آنذاك. الإمام الصادق عليه السلام تميزت فترته بالانفتاح والانفراج، وهذا مما دعا أن يخرج الإمام الصادق عليه السلام العلوم المبطنة عندهم عليهم السلام، فكان يتعامل مع النص القرآني وفق ما يريد الله تعالى. من بغداد لقناة القرآن الكريم، علاء الجليزي.